السلام عليكم يا شباب، عدنا لكم في ملخص الحلقة 1118 من انمي وان بيس. فقبل ان نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدأ. بعد معرفتنا ان الجيش الثوري عمل هجوم على ماريجوا لاسترجاع كوما، نستكمل رحلتنا في ماريجوا واللي هتعرفنا اسرار كثيرة، وهنعرف بشكل كبير مين اللي قتل الملك كوبرا. يجي المشهد على سابو وهو بيقاتل الجنود علشان ياخد مفاتيح اطواق العبيد واطواق كوما. وبعد قتال قصير بيقدر سابو ياخد المفاتيح، وبيلف سابو بيشوف حد بيفتح الباب وبنلاقيه انها بوني. في واحد هيقول لي دلوقتي ان بوني ازاي في الماريجوا وهي في الايج هيت؟ هقول لك يا صديقي ان احنا دلوقتي في فلاش باك من شهر ومش في الحاضر. نرجع للأحداث، فبوني بتقول لسابو يبدو أن لدينا نفس الهدف وهو تحرير أبي. بيظهر غراب كرسه وهو بيجري وبيديله سابو المفاتيح وبيقول له اما تخلصوا من تحرير العبيد روحوا للمقر الرئيسي علشان مهمتنا كده هتبقى انتهت. بيسأل سابو بوني اين وجهتك القادمة يا بوني بعد ما تحرري ابوكي؟ بترد عليه بوني بتقول له ان هي هتروح للايج هيت عند فيجا بانج. فراح قال لها سابو انها بلاد تابعة للحكومة. بترد عليه بوني وبتقول له ما بيدي حيلة، هروح لفيجا بانج وهخليه يرجع ابي الى سابق عهده ويرجع له إنسانيته، ولو ما قدرش على كده سوف أقتله. فبعد كده يلمح سابو الجنود من وراه فيمسك بوني وبينط بيها وبيهربوا منهم. وهم فوق بيسمع سابو الجنود وهم خايفين إن هو يبقى دخل الغرفة الضائعة. فبيستغرب سابو وهو بيتساءل في نفسه ما هي الغرفة الضائعة. فبعد كده بيخرجوا من القصر، فبيقول لسابو البني إن الإيج هيت في العالم الجديد وطريقهم مختلف. فبتقول له نعم لذلك مع السلامة. فبيقول لها سابو خلي بالك من نفسك يا بني. فبتستغرب بني ان سابو بيعاملها بلطف مع انها قرصانة. فبيقول لها سابو ان هما الاتنين عاوزين ينقذوا نفس الشخص. بتقول له بني ماشي اعتني بأبي، وبتسيبه وبتمشي. ومنتقل من المشهد عند دخول الملك كوبرا من البوابة لملاقاة الجروسي. ولما دخل وشاف العرش الفارغ والسيوف اللي حوالينه كان الملك كوبرا يرتعش من الدهشة والريبة. وبعد كده بيظهر الجروس الخمسة وبيسألوه ايه اللي عاوز يسألهم عنه. فبيقول لهم الملك كوبرا تأسست حكومة العالم على يد 20 دولة من 800 سنة، وعلشان هم مؤسسين العالم نقلوا عائلتهم إلى ماريجوا وبدأوا يعرفوا بالتنانين السماوية، وحكموا العالم طوال 800 سنة الماضية. وأن الملوك العشرين عاملوا أنفسهم بمساواة، ولتجنب ظهور أي حاجة بينهم أنشأوا العرش الفارغ عن قصد ووضعوا عليه أسلحتهم كعهد بينهم بألا يجلس أحد عليه. لكن الملكة ليلي ملكة ألاباستا كانت من ضمن الدول العشرين، لكنها لم تصير تنين سماوية وعادت إلى ألاباستا. لذلك ما زالت عائلة نفرتاري تحكم مملكتها إلى الآن، ولذلك السبب هناك 19 سلاح بس حول العرش وليس 20. بيسألوا الجروسي وبيقولوا له ان الكلام اللي انت قلته ده صح، لكن انت عاوز ايه برضه؟ بيقول لهم الملك كوبرا ان انا كنت بقرأ كتب التاريخ في بلدنا، لكن ما دون فيها هو ما بعد القرن الفارغ. بيقول له الملك كوبرا ان الملكة ليلي لم تعد الى مملكة ألاباستا ابدا بعد القرن الفارغ، وحكم اخوها الاصغر المملكة بعدها. فيا ريت تقولوا لي اللي انتوا عارفينه. فبيقولوا للجروسي ان ايوه الملكة ليلي هي الوحيدة هي وعائلة نفرتاري اللي معشوش هنا، لكن ليس لدينا فكرة عن أين ذهبت وأين كانت. ده احنا كنا مفكرين إنها عادت إلى ألاباستا. وهما بيتكلموا بتظهر إيمو سما وهي بتمد إيديها للفراشات، وشكلنا هنشوف دخول فخم بعد شوية. فبيسألهم بعدها الملك كوبرا وبيقول لهم طب ما معنى حرف الدي؟ فبيسألوا الجروسي بغضب بتسأل ليه عن هذا؟ فبيرد عليهم الملك كوبرا إن في رسالة قصيرة تركتها الملكة قبل 800 سنة وتوارثتها عائلتنا عبر الأجيال، وبعد كده بنشوف إن إيمو سما اختفت من المكان اللي هي كانت فيه. وبيجي المشهد على كوما وهو بيقيد شيراهوشي، وبيظهر أكتر شخصية مكروهة من معظم فانز ون بيس
التنين السماوي الحقير هذا، وعمال بيضحك وفرحان ان شيراهوشي هتكون ملكه. شيراهوشي عمالة تطلب المساعدة، لكن مفيش حد ليه الجرأة ان هو يعمل حاجة الا ونلاقي اخوات شيراهوشي جاريين عليها وبيعتذروا لها وبيقولوا لها هننقذك دلوقتي يا شيراهوشي، وبيستعدوا يضربوا التنين السماوي الحقير الا بامر منه بيخلي كوما يضرب عليهم الشعاع من بقه فبيفجر الارض بيهم. وبعد كده بنشوف ريبيكا وليو وواحد من اسطول لوفي مش فاكر اسمه، اللي فاكر اسمه يكتب لي في التعليقات، وبيستعدوا لضرب التنين السماوي الحقير. وبيعودوا اخوات شيراهوشي علشان يضربوا التنين، لكن بيوقفهم التنين السماوي اللي اتفق الجميع على حبه ميس جارد، وقال لهم سيبوه للقراصنة فهم ليسوا مسؤولين عن اي دولة وليسوا محاسبين على افعالهم. وفعلا ليو والشخص اللي معاه ما كدبوش خبر ونزلوا على راس التنين السماوي سووها بالارض، ومات التنين السماوي الاحقر في ون بيس. لسه كوما هيضرب ليو واللي معاه، بس فجأة نلاقي مولي طالع من الارض وماسك كوما وبيقول له لست مجبر على سماع كلام احد تاني يا كوما، تعال معنا نذهب الى المنزل. وبيظهر غراب كرزه وبيقول لمولي ان هو معاه المفتاح اللي اداهوله سابه، واللي مولي يتبعه للمقر الرئيسي. فمولي بيقول له ماشي وبيغطس تحت الارض بكوما. وبيجي بينا اخيرا المشهد على الجوروسي وبيسألهم الملك كوبرا مرة تانية وبيقول لهم ما معنى حرف الدي، فبيردوا عليه وبيقولوا له غادر لم يعد لنا ما نخبرك به. وفجأة بنسمع خطوات، أيوة يا عزيزي المشاهد هي إيمو سما. فبيبصوا الجروسي برعب وبيقولوا لها إيمو سما لم يخرج الملك كوبرا بعد. لكن إيمو سما تطلع الدرج قدام الجروسي وقدام الملك كوبرا، تطلع الدرج المؤدي للعرش الفارغ، والملك كوبرا بيبص باندهاش وبيقول إيمو سما، وبتطلع وبتقول بنظراتها المرعبة وصوتها الأرعب ليلي. وبعد كده تقعد على العرش الفارغ قدام الملك كوبرا وقدام الجروسي. شكله الملك كوبرا جنى على نفسه بالسؤال اللي سأله، فهل إيمو سما هي اللي قتلت الملك كوبرا أم في أحداث ثانية؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية إن شاء الله. وبس كده، ما تنساش تدعمنا وسلام.